بواقي بسكوت او بواقي كيك او كيكه ما ظبطتش او براونيز ما ظبطتش، كل ده ممكن نعمل بيه احلى كيك بوبس. الولاد هيحبوها جدا جدا ويحسوا ان احنا عاملين انجاز فظيع، وهي سهله جدا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. دي هنا الكيكه، انا كنت عامله كيكه وما ظبطتش قوي معايا ففرمتها بالشكل ده وهبتدي اشتغل بيها على طول. انا كان عندي الكراميل، استعملته هو المكون الرابط علشان اقدر ان انا الف الكيك ويبقى زي العجينة. بدل الكراميل ممكن كريمة، ممكن لبن، ممكن ساور كريم، اي حاجة ممكن. ممكن كريم تشيز اللي موجودة عندكم. انا هنا استعملت الكراميل، ولما حسيت انه الكيك لسه محتاج شوية ان هو يبقى يعني محتاجة يبقى عجينة اكتر شوية، زودت شوية لبن. انا تقريبا ما زودتش عن ربع كوباية لبن، فزي ما انتوا هتشوفوا ان انا بحطه تدريجي. هنبدأ ان احنا نخلطه بالشكل ده لغاية لما نيجي نعمل كورة تتعمل بسهولة ما تتفتتش ويبقى سهل تشكيلها. وبس كده، مفيش اكتر من كده. هنبدأ ان احنا نشكلها زي ما هتشوفوا في الفيديو بالاحجام اللي انتوا عايزينها. انا بعملها صغيرة نوعا ما، لو حبينا انها تبقى كبيرة وتعملوا لها صوص شوكليت او صوص وايت شوكليت شوكولاتة بيضة، تمام براحتكم. انا بقدمها كده بسهولة خالص، ما بعملش فيها اي شغل لانها بتتاكل على طول. وحطيت بس عليها شوية كراميل على الوش. برضو في كام واحدة عملتها بجوز هند للولاد اللي بيحبوا جوز الهند. والحقيقة ان كبار وصغيرين بيحبوا جدا الكيك بوبس، تبقى دمها خفيف وكمان بتبقى حلوة خصوصا لو من غير صوص. ممكن الولاد بياخدوها معاهم في المدرسة. وممكن كمان نحط بقى تمر، يعني نزودها كده شوية حاجات في الدرة من غير الولاد ما يحسوا، بحيث انها نعلي القيمة الغذائية بتاعتها شوية. وبس كده الوصفة خلصت خلاص. فيديو سهل جدا وممكن يتطبق بمنتهى السهولة. ممكن كمان بالبسكويت. اي حاجة متاحة عندكم بجد ممكن تتعمل الوصفة دي وهتعجب الولاد قوي قوي قوي. يا رب تجربوها وتقولوا لي رأيكم، وبألف هنا وشفا. وطبعا مش عايزة أفكركم، لو عجبتكم الوصفة لايك وشير، وما تنسوش كمان تشتركوا في قناة اليوتيوب عشان تشوفوا كل الفيديوهات التانية القديمة والجديدة. وبألف هنا وشفا كمان مرة.